السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هنوضح طريقة التقديم على مبادرة رواد مصر الرقمية خطوة بخطوة، ونوضح كل التفاصيل. نبدأ على بركة الله. اول حاجة عندنا بنعمل تسجيل دخول سواء بأي ايميل عندك. في تسجيل دخول بطريقتين، في جوجل وفي مايكروسوفت. انا هختار جوجل، وهنا بتختار الحساب اللي عندك. انا هختار هنا بتختار اي حساب جيميل عندك. انا مثلا هختار الايميل ده. طب هنا بعد ما سجلنا الايميل بتاعنا بجوجل، بتفتح قدامي الصفحة دي وهي استمارة التسجيل. عندنا هنا بنملى بياناتنا، هنا بنرفع صورة شخصية. الصورة يا ريت تكون 4:6 وتكون أبيض تكون خلفية بيضة. عندنا مثلا أنا هرفع صورة، تختار صورة زي كده وترفعها. الصورة تكون خلفية بيضة و4:6. هنا اسم المتدرب، اسمك الأول. أنا هنا هكتب اسمي، وعايز الاسم التاني واسمك التالت، وهنا الاسم الأخير. ونفس الموضوع هنا بس باللغة الإنجليزية، اسمك الأول والتاني والتالت والرابع واسمك الأخير. الاسم رباعي، كل خانة فيها اسم. وهنا بتكتب الرقم القومي الخاص بيك، بتختار النوع ذكر أو أنثى. هنا تاريخ الميلاد، وهنا البريد الإلكتروني بتاعك اللي هو الأساسي عشان يتواصلوا معاك بيه. وممكن هنا تحط بريد إلكتروني آخر للتواصل، ده بيكون احتياطي. المحافظة بتختار المحافظة اللي انت تابع ليها. انا هختار محافظة الجيزة. تختار المدينة بتاعتك، انا مثلا البدرشين. العنوان بتاعك او المنطقة اللي انت ساكن فيها. المحمول ده رقم تليفون خاص بيك، برضو يكون فيه لو في رقم تليفون تاني احتياطي. هنا بتحط البروفايل بتاعك الخاص بلينكد ان. هنا بيقول لك ازاي عرفت عن المبادرة، تختار مثلا اي وسيلة سواء فيسبوك، لينكد ان او اي حاجة. هنا البيانات التعليمية، نوع الجامعة بتختار الجامعة الخاصة بيك. هنا بتختار، أنا هختار الجامعة بتاعتي. آم، الجامعات والمعاهد العليا. مثلا الجامعة أنا هختار مثلا مودرن أكاديمي. الأكاديمية أنا هختار التخصص بتاعي كلية علوم حاسب. التخصص مثلا كمبيوتر ساينس، علوم حاسب. هنا الحالة تقول له طيب أخ خريج، أقول له طالب. مثلا السنة الحالية اللي أنا فيها، أنا مثلا سنة رابعة. التقدير مثلا جيد، مكافأة من التقدير كده كده مؤجل. آه نوع المدرسة مثلا تقول له حكومية، أنا كنت حكومي. هنا بيقول لك إن لو أنت من ذوي الهمم أو لأ، أنا أقول له لأ. هل لديك أخوة مسجلون في المبادرة؟ أنا مفيش، نقول له لأ. هنا بيقول لك الاختيار القادم خاص بمستوى التحدث والقراءة والكتابة في اللغة الإنجليزية. يرجى العلم أنه سيتم إرفاق ما يثبت المستوى الخاص بك في اللغة الإنجليزية. هنا بيقول لك التحدث، أنا أقول له مثلا جيد. القراءة مثلا، ده بيقول لك مستواك في اللغة الإنجليزية. هنا التحدث أنا قلت له جيد. القراءة هقول له مثلا جيد جدا. الكتابة جيد جدا. هنا المرفقات، هنا بترفع صورة البطاقة، الرقم القومي، الوش، وهنا بترفع الظهر. وهنا المرفقات، هنا بترفع ملف PDF بيكون فيه مثلا صورة البطاقة، كارنيه أو بيان درجات نجاح، أي حاجة تثبت إن أنت في الجامعة، سواء بقى الكارنيه أو بيان درجات نجاح أو أي حاجة لها علاقة بالجامعة اللي أنت فيها. بتوافق على الشرطين دول، بعدين بتدوس التالي، بيدخلك على حتة التخصص. أنا هكمل خطوات وتابع معاكم. هنا بعد ما كملنا بياناتنا بيدخلنا على حتة التخصص. هنا بنختار الجامعة تاني. أنا مثلا المعاهد العليا والأكاديميات، أختار الجامعة بتاعتي وأقول له مودرن أكاديمي. الكلية أقول له كلية علوم الحاسب. التخصص هقول له علوم حاسب. الحالة أقول له طالب. السنة الدراسية سنة رابعة. التقدير أقول له مثلا جيد. موقف كده كده مؤجل. هنا بيقول لي اختار محافظة التدريب، أنا هختار الجيزة. بعدين هنا بيقول لي اختار التراك اللي انت عايزه. انا مثلا هختار في ايه، في مثلا infrastructure. انا هختار نتورك مثلا infrastructure، واختار معاها بيقول لي اختار عايز AWS ولا عايز ايه. انا عايز كلاود، هختار AWS كلاود. تمام.
هنا موجود جميع التخصصات، في سوفت وير ديفلوبمنت سواء كفرونت اند او باك اند، داتا اناليسيس، وفي اي اي، وفي اي ار بي، في ديجيتال كرييشن، في داتا اناليسيس. كل التراجات او كل التخصصات موجوده. انا فاخترت اي دبليو اس. تمام. دي بيقول لي الكورس، دي الخطه اللي في الكورس، بيقول لي هتبدا برومبت انجينيرنج، بعدين اي دبليو اس كلاود، بعدين دومين اركتكشر. دي يعتبر الخطه اللي انت تمشي عليها طول فتره الكورس. في الاخر في هنا بروجكت، واقول له نيكست. هيقول لي لقد كنت اختار من المسار التدريبي اي دبليو اس كلاود، محافظه التدريب هي الجيزه. بيقول لي انت موافق على الكلام ده؟ هقول له موافق. ده سمري، دي برضو ملخص تاني. اي دبليو اس ده عباره عن ايه وهتدرس فيه ايه، والكورس بتاعك هيبقى ماشي ازاي، ده دومين واحد دومين اتنين لحد البروجكت. اقول له سبميت. كده تمام. احنا بعد ما ملينا بياناتنا دي، البيانات بتاعتنا، ده المسار اللي احنا اخترناه، اي دبليو اس كلاود كومبيوتنج. ودي برضو منصة تابعة ليها، عشان لما امتحان الإنجليزي يفتح نخش نمتحن من عليه الامتحان بتاعنا. ودي حالة التسجيل بتاعنا. دي بيقول لك أندر ريفيو تحت المراجعة، وده بيقول لك سبميتد اللي أنت أكدت التسجيل بتاعك. بس احنا دلوقتي بننتظر لحد ما يجي لنا رسالة على البريد الإلكتروني بتاعنا اللي احنا كنا مسجلين بيه. فاحنا من فترة والتانية نخش دايما نتابع البريد الإلكتروني بتاعنا باستمرار، عشان ممكن يبعت لنا رسالة ولا حاجة يقول لنا الامتحان الإنجليزي بتاعك نزل، فخش تمتحن الامتحان الإنجليزي، بعدين بيقول لك أنت اتقبلت، اكسبت أو ريجكت. بس. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى، ولو في أي مشكلة قابلتكم في التسجيل فياريت تكتبوها لنا في الكومنتات، واحنا نحاول نحلها مع بعض. ونشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.